يواجه مزراوي المعروف بمواقفه النبيلة ودفاعه عن قيم السلم والسلام ضغوطا من مختلف وسائل الإعلام الألمانية المدعومة من قبل عدد من السياسيين المعروفين بعدائهم للشعب الفلسطيني، قبل أن يدخل بايرن ميونخ على الخط ليستفسر من نجم المنتخب المغربي حول منشوره عبر حسابه على إنستغرام، ويطلب منه توضيحا حول أسباب ما سماه مخالفة قوانين الفريق البافاري تمهيدا لمعاقبته. ورغم أن نصير مزراوي أحد نجوم منتخب المغرب في مونديال قطر 2022، رد بأن موقفه ثابت وسيعمل دوما من أجل السلام والعدالة طالما أن الأبرياء يقتلون يوميا بسبب هذا الصراع الرهيب الذي خرج عن السيطرة بحسب رده. فإن ذلك لم يمنع بعض وسائل الإعلام من مواصلة الهجوم غير المبرر على نجم بايرن ميونخ، وهناك من طلب إدارة هذا النادي بطرد اللاعب المغربي. وتبعا لذلك أطلق عدد من المتابعين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب حملة تضامن واسعة مع اللاعب مزراوي إزاء ما يتعرض له من اضطهاد وكراهية بسبب تضامنه مع ضحايا شهداء غزة. واعتبر هؤلاء أن الحملة التي تقودها صحف ألمانيا ضد نجم منتخب أسود الأطلس تندرج في إطار إسكات الأصوات المناهضة للهجمات الهمجية على الشعب الفلسطيني الأعزل. ووفقا لمعلومات حصل عليها جريدة العربي الجديد الثلاثاء، فإن الجامعة الملكية لكرة القدم تنتظر نتيجة المباحثات التي سيجريها بايرن ميونخ مع اللاعب نصير مزراوي بعد مغادرة المنتخب المغربي، وبعد ذلك سيقرر في الخطوة التي سيتخذها للدفاع عن لاعبه، ولا سيما أن اللاعب رد على اتهامه بالكراهية من خلال حرصه على الدفاع عن السلم والسلام والوقوف ضد سفك دماء الأبرياء.